السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. جايلكم بفيديو جديد ويوم جديد، وصفة سهلة وسريعة كلنا بنحبها والأطفال بيعشقوها. النهاردة هنعمل مع بعض البانيه. البانيه ده اللي أنا مقطعاه معاكم. دول جبت بصلة مبشورة، هحطها كلها، يعني مش هصفي المية والكلام ده، لا انا هحطها كلها. وهحط التوابل بقى، ملح وفلفل وبهارات فراخ ونص معلقة صغيرة بهارات فراخ، نص معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة سبع بهارات. آه بصوا، هو شعرت كده كمون وكزبرة، بس ممكن تقدري دول تستغني عنهم، دول اختياري يعني. وهنعمل جنبه مكرونة، طبعا هو البانيه شهير بالمكرونة. هنحط طبعا مية تغلي، هنحط فيها ملح وزيت ومعلقة كمون، معلقة صغيرة أو نص معلقة صغيرة على حسب حبك، يعني هو بيديلها لون وطعم مميز. حتى لو انت هتعملي الصلصة جنبها مش هتحطيها في الصلصة، بتبقى مميزة. ودلوقتي بقى جبنة بيضة، وهنحط عليها حوالي نص كوباية أو أقل شوية لبن، وهنحط بقى ملح وفلفل على البيض واللبن، ونص مكعب مرق، ده برضو اختياري، تقدري تستغني عنه على حسب حبك يعني للحاجة دي. هنضربهم بقى مع بعض كويس قوي زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. وهنحط بقى مكون هو اللي مش هيخلي قشرة البانيه تفك، وهيخليه مقرمش ومش هيشرب زيت ومش هيغمق معاكي الزيت قوي، وهيبقى تحفة. خليكوا بقى معايا وهتشوفوا دلوقتي. لازم نضربه كويس قوي عشان البياض بتاع البيض يفك معانا. احنا ممكن كمان نضرب البياض الاول كويس قبل ما نحط ممكن نضرب البيض قبل ما نحط اللبن. سوري يا جماعه، انا مش مركزه عشان انا كنت خلاص دلوقتي انا بسجل لكم الفيديو ده بعد السحور، وخلاص يعني هيست بصراحه، معلش، عفوا يعني. اهو يا بنات، زي ما انتوا شايفين بقى المكون السحري ده، معلقتين نشا، معلقتين بالظبط زي ما انتوا شايفين. مش هتحتاجي اكتر من كده، اللي هو هيتقل معاكي القوام. كل ما القوام يبقى تقيل، كل ما قشرة البانيه مش هتفك من عليه ومش هتبقى قابة. ده كلنا بنشتكي من كده، ان ولادنا بيقشروه، ممكن ياكلوه ويسيبوا النساير، ممكن ياكلوا النساير ويسيبوا القشرة. لا كده هياكلوه بقى، مش هيبقى عندهم يعني اللي هو ايه، عذر. اهو بقى هنحطه. تقدري تعملي الخطوه دي من الاول خالص، ما تتبليهوش ببصل ولا حاجه، يعني تحطي ده مع ده، بس انا بحب اللي هو يتبل بالبصل الاول، بتفرق جدا في ريحته، وريحته كمان وهو بتتقلي، وهو بيتقلي بتبقى قلب البيت حرفيا يعني. جربوا الطريقه دي وهتدعولي. حطولي لايك بقى، انا مش بشوف لايكات خالص خالص على الفيديوهات. شجعوني، انا لسه مبتدئه، شجعوني، انا مش بعلمكم ولا حاجه، احنا بناخد افكار من بعض. انتوا كلكم افضل مني وبتعرفوا تطبخوا احسن مني، بس هي بس مجرد افكار، يعني ان احنا بناخد افكار من بعض. اهو بص بقى، انا كنت بجهز دلوقتي الكفر بتاعه، اللي هو حطيت بقسماط وفيجيتار، وجبت كيس كده اللي هو الويلز بتاع الكريسبي بتاع البانيه. هو مكتوب عليه كده. تحفة تحفة تحفة. انا اول مرة اعمله المرة دي، بس بامانة تحفة وفارق جدا في الطعم وكل حاجة. عفوا يا جماعة، الديوك بتاعتنا ايه بتأذن عشان الفجر قرب يأذن هو كمان. فزي ما انتوا شايفين كده، هنحط بقى على الارض كده وهنقعد نعمله مع بعض. انا مش هحطه في الدقيق الاول عشان الدقيق بيخلي القشرة تفك وتبقى قابة، لا انا عايزة القشرة تبقى متماسكة في النساير بتاع الفراخ نفسها. هنحط بقى كده، هنخلي ايدينا ناشفة، هنجيب بالشوكة عشان تبقى ايدينا ناشفة. تقدري تلبسي جلافز، يعني على حسب راحتك انتي. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين. انا والله النهارده حصل معايا كذا موقف، يعني مش عارفه في ايه. انا كنت مسجله امبارح روتين، انا غيرت نظام المطبخ كله وغيرت كل حاجه فيه، وفي يعني حاجات انا شلتها من مكانها وغيرتها وعملت كل ده، كنت مصوراه وكل ده اتمسح من على التليفون من قبل ما منتجه. فانا تعبت قوي 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 في اليوم ده، ويعني الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل.
وبنتي كمان ساعة الفطار وقعت ودماغها اتفتحت، والحمد لله برضو يعني كان يوم مش ظريف خالص، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حاجة. اهو يا بنات، اكمل بقى الكمية كلها وارجع لكم عفوا. كده خلاص، كنت قربت اخلص يعني، كان فاضل قطعة او حاجة. خلاص كده. دلوقتي بقى هنروح برضو الخطوة مهمة جدا، هنحطه في التلاجة، لازم نص ساعة او ساعة في التلاجة، مش اقل من كده، عشان يتماسك. لما نيجي نحطه في الزيت ما نلاقيش ده كله طلع في الزيت او عشان الزيت ما يتحرقش يعني. ده بقى صلصة المكرونة، انا كنت نسيت. انا حطيت معلقتين زيت، وحطيت الكيس المكرونة، صلصة المكرونة ده انا مفرزاه. انا الحاجات دي كنت مفرزاها، بتسهل عليا كتير يعني، حتى غير رمضان برضو انا لما بيكون عندي فرصة بفرزها. دلوقتي بقى هنقلي البانيه، هنسخن الزيت ونحطه، طبعا كلنا بنعرف نقليه كويس قوي. صلصة المكرونة دي بقى يا بنات، هتجيبي الطماطم وتسلقيها كويس قوي لحد ما تستوي كويس قوي، تسيبيها تبرد وتضربيها في الخلاط وتصفيها، وتحمري فص توم على قد الكمية اللي انتي الطماطم اللي انتي عاملاها. بعد ما تصفيها هتحطي لها كمون وكزبرة ومعلقتين سكر، او على حسب برضو الكمية اللي انتي عاملاها بس، وتسيبيها على كده، وتحط لها برضو ملح عشان ما تسكرش منك، و... وتفرزيها بقى وتسيبيها تبرد، وبعدين تعبيها. عايزة تسويها للآخر خالص تمام، عايزة اللي هو تسيبيها اللي هو يبقى فيها يعني كده ملحلحة شوية، اللي هو ايه لسه لما تيجي تنشفيها زي ما انا عملت دلوقتي كده، عشان ما تاخدش منك وقت طويل برضو، تمام مفيش مشكلة. انا لقيتها كتير على كمية المكرونة اللي انا عاملاها، فانا نقصتها، هحطها في التلاجة بقى او في الفريزر برضو عادي، وقت ما عاوزها اطلعها، لان كلنا طبعا بنعشق المكرونة، كبار وصغيرين. دلوقتي بقى هنقلي البانيه، هوريكم بقى لونه، وازاي القشرة متماسكة وحاجة، والله اللهم بارك يعني، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، اللهم امين. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا بحبكم جدا جدا جدا، عارفه ان انتوا هتقفوا في ظهري، وعارفه ان احنا هنبقى اكبر عيله على اليوتيوب باذن الله. اهو يا بنات، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا وحيده ماليش اخوات، وعارفه ان انتوا كلكم هتبقوا اخواتي. آه يعني ان شاء الله هنبقى عيله جميله مع بعض، واخوات وحبايب في الله باذن الله. هنقلبه بقى، بصوا لونه ذهبي وتحفه ازاي. والكيس بتاع ويلز ده فارق معايا جدا، انا مش بعمل دعاية ولا اي حاجة، انا لسه مبتدئة، ولا اعلانات ولا دعاية ولا اي حاجة، بس والله للامانة يعني حاجة للامانة. بهاراتهم تحفة 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 تحفة، وريحتها جميلة، وجميلة بصراحة يعني. هو غالي شوية عن اللي هو البقسماط والفيجيتار السايب، لان الكيس 70 جرام تقريبا كان ب8 جنيه او ب10 جنيه حاجة زي كده يعني، بس هيفرق يعني لو جبتيه وحطيتيه على كمية الفيجيتار والبقسماط اللي عندك هيفرق. كده خلاص الطماطم اتسبكت معايا، انا برضو حطيت لها توابل تاني، لان انا ما كنتش مكتره لها في التوابل وانا بفرسها. هنحط لها معلقه ملح ومعلقه سكر، معلقه سكر صغيره مش كبيره زي الملح يعني، الملح ده تحديقيها انتي. ومعلقه كمون، معلقه كزبره، بس مش هتحتاج حاجه اكتر من كده. حاجه يعني كده واخدينها قاعده، مادام في توم يبقى الكمون والكزبره، معظم الحاجات كده، اللي هو ايه يعني، الشيء لزوم الشيء، في حاجات كده احنا واخدينها قاعدة في حياتنا. بصوا بقى، برضو الزيت بصوا ما غيرش لونه ازاي، هو اي نعم مش هيتنيه كده يعني، هو هيتغير لونه، هيتغير شوية، وهيحتاج ان احنا نصفيه، او لو هو حاجة بسيطة ممكن نتخلص منه، لكن مش هيكون زي اللي هو بيبقى محروق خالص، وبتبقى اخر قطعتين او اخر فرنين يعني، دورين في الطاسة، بيطلعوا اللي هم يعني شكلهم غير البانيه في الاول خالص. لكن انا اقسم بالله طلعت معايا اول قطعة زي اخر قطعة،
متغيرش اللون. الزيت اي نعم اتغير لونه عشان اكون صادقة معاكم، لكن والله البانيه كان تحفة، وهوريكم الكمية كلها دلوقتي. المكرونة بقى لقيتها محتاجة معلقة صلصة، حطيت لها، ممكن تقلبيها كده وتطفي عليها، ممكن تسيبيها تتشمع زي ما انا هسيبها. انا بحبها تتشمع، جوزي بيحبها كده مش بياكلها غير كده، اللي هو تكون مسلوقة وتتحط في الصلصة وتتقلب ويطفي عليها. لكن احنا هنا يعني في بيت امي لا، بنحبها اللي هي تتشمع يعني. اهو بصوا يا بنات البنات، حاجة عظمة والله، احنا بنعمل عظمة فعلا. يلا بقى جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم، اكتبوا لي في الكومنتات عملتوها وطلعت معاكم عاملة ازاي، وادعوا لي دعوة حلوة في الأيام الجميلة دي. ربنا ييسر حالنا جميعا يا رب. بس انا بقى اخلص الكمية كلها، طبعا انتوا مالكوش ذنب معايا ان انتوا تتنيكوا على التليفون لحد ما انا اخلص الكمية كلها. بصوا، بصوا اللون. انا قلت لكم ان الزيت هيتغير، لكن هو لا والله مش لونه مش هيتغير ابدا. على حسب، انا دي غمقتها شويه نشفتها شويه، يعني هو طالع مقرمش، كله مقرمش، حتى لو طلعتيه لونه فاتح فهو مقرمش، بس انا تقريبا كنت بعمل عصير، فانا سبتها ايه اللي هو خدت لون زياده شويه. لكن انا اقسم بالله اخر فرنين وطلعوهم اللي هو لونه افتح من اول مره. هكمل بقى الكميه كلها على كده. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، الزيت برضو لسه مغمقش معايا قوي ولا حاجه، وحتى هو لما يغمق في الاخر برضو مش هيكون اللي هو ده. بقى كان فطارنا النهارده، خدي فكره ونفذيها بكره. كنت عاملة عصير برتقال وعصير تمر. يلا مع السلامة.